السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إبراهيم العزب من العملات القديمة. النهاردة إن شاء الله جايب لكم عملة الجنيه اللي هو الجنيه النحاس المطلوب. طبعا هو جنيه اللي هو رقمه 2005، تاريخه 2005. مفيش غيره نزل في السوق نحاس غير الجنيه 2005. دي حاجة. تاني حاجة هعرفكم، وفي نص جنيه برضه 2005، يعني الطبعة الوحيدة اللي نزلت 2005 ونزلت نحاس خام أصلي. قيمة العملة دي عالية قوي قوي، يعني بطريقة يعني بسم الله ما شاء الله، يعني اللي معاه العملة دي معاه خير يعني. دي حاجة. تاني حاجة، طيب أنا عايز أعرف يعني الجنيه ده من الجنيه العادي اللي هو التاني ده. الجنيه التاني اللي هو ده اللي انا بشاور عليهم دول، دي جنيهات عادية جدا. دول داخلهم حديد، اما دول اللي هم النحاس الصافي اللي مش داخلهم حديد، واللي هم مطلوبين في السوق، اللي هو ايه؟ الجنيه ال 2005 اهو يا جماعة. 2005 ده الجنيه ال 2005 المطلوب في السوق. ده الاصلي. تمام. ده الخامة بتاعته نحاس صافي، نيكل صافي. النيكل بتاعه صافي، والنحاس اللي من جوه ده صافي. هو ده اللي مطلوب، سعره عالي جدا. تمام. والنص جنيه ال 2005 اهو يا جماعه. 2005 اهو. نص جنيه الكبير، النص جنيه الكبير اهو. ده نحاس صافي. تمام. كده يبقى احنا معانا الجنيه ال 2005 اللي هو المطلوب. معانا هنا نص جنيه العادي. ألفين وعشرين ده اللي هو العادي. ده لسه ما اتطلبش خالص، يعني سعره قيمته فيه، يعني هو نص جنيه بنص جنيه. نفس القصة. ده برضو الجنيه العادي 2020 برضو. تمام. طيب في حاجة تانية عايزين نعرفها. طب نعرف نميز بين دول وبين دول خلاف التاريخ، يعني خلاف ان احنا دلوقتي معانا ال 2005 ومعانا اللي هو جميع التواريخ العادية. طب انا عايز اعرف ايه اللي فرق بين ده وبين ده، خلاف التواريخ. عشان برضو في ناس بيبقى مثلا نظرها ضعيف، يعني ما بيدققش في الرقم، مش عارف. بيجيب مغناطيس، يا جماعة. تمام. ال 2005 المغناطيس ما بيمسكش فيه. تمام اهم. دولت المغناطيس ما بيمسكش فيهم. ليه؟ لان ده اساسا نيكل ونحاس صافي اصلي. دولت اللي هم المرغوبين. تمام. هنيجي بقى على التانيين. دول حديد. مجرد ما هوطي اجي بص اهم، بصهم التلاتة مع بعض اهم. يبقى لما انا عندي مثلا جنيه
تعبان او 2005 بس مش التاريخ بتاعه مش واضح، التاريخ بتاعه مش واضح، اروح عامل ايه؟ جايب مغناطيس زي ده، لقاط زي ده كده، تمام، واجرب. هعمل كده، ما لقطش زي ده كده، يبقى ده 2005 وهو ده المطلوب. ده في حالة ان لو التاريخ بتاعه مش واضح او انا مش شايف الرؤية بتاعته كويس. نيجي بقى على اللي هو العادي، مجرد اي حاجة او اي عملة من دي عادية خلاف ال 2005، مجرد ما بتيجي ناحية المغناطيس اهو، اهو، تمام. دول العملة العادية اللي هي الحديد، دول تواريخ مشكلة، تمام. هنا كل ده 2005، هحط اللقاط عليهم اهو وهرفع اهو، ما بيلقطش. يبقى اذا ال 2005 اللقاط ما بيمسكهمش، المغناطيس ما بيمسكهمش، تمام. اما العملة العادية خالص، مجرد ما بيجي عند ما بلحقش اكمل يعني. بص حضرتك، ما يعني كل ده حديد، دي العملة الحديد دي لسه، تمام. دي العملة الحديد دي هي اهم حاجة عندنا. هم دول اللي ماسكين سعر عالي جدا، اللي هو الجنيه ال 2005، النص جنيه ال 2005، تمام. واهم حاجة يكون واضح زي ما ده كده واضح اهو، 2005 نفس القيمة اهي، كل حاجة برضو بارزة وباينة، تمام. ده النحاس الصافي. هنا الجنيه 2005 اهو، واضح اهو، تمام. ده النحاس الصافي، هو ده المطلوب، الجنيه والنص جنيه دولت المطلوبين في السوق حاليا بأرقام عالية جدا، تتفوق ال 15 أو ال 20، تمام. ومن هنا يبقى احنا كده ايه، وضحنا ازاي نعرف الجنيه العادي من الجنيه ال 2005. ده لو في حالة ان الرقم مش واضح، يبقى احنا قلنا هنجيب المغناطيس، تمام، وهنمشي بيه كده ما بيلقطش، تمام. هنيجي على اللي هو بقى العادي، مجرد ما هنيجي ناحيته لقط، لان دول حديد مش نحاس صافي، دول حديد مش نحاس صافي. نيجي هنا كده على دول ما بيلقطوش، يبقى المطلوبين دول مش دول، تمام يا جماعه، ودولت المطلوبين. واهم حاجه احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو، ويا رب نكونوا كده ايه وصلنا المعلومه. فيا ريت الاشتراك بالقناه والدعم باللايك عشان يوصل لاكبر عدد، والاشتراك بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.